قال رجل أعمال لموظفه في أحد الأيام: أريدك أن تبني لي منزلا، ها هي الخطط، أريدك أن تفعلها حسب هذا المخطط. قرأ الموظف المخطط وكان منزعجا، لأنه لم يكن يفصل بينه وبين تقاعده سوى 3 أشهر فقط. أخذ يقول في نفسه: 3 أشهر على التقاعد، وهذا الرجل يعطيني وظيفة ستدوم 6 أشهر. لكنه رد عليه وقال: لا أمانع حقا، سأفعل ما بوسعي، وسيوفر ذلك لي المزيد من المال. بدأ الموظف في العمل، فصنع أعمدة المنزل دون عناية كبيرة، كما استخدم مواد رخيصة ومنخفضة الجودة من أجل البناء. في كل مبنى بالمنزل استخدم مواد غير مطابقة للهيكل، وعمل فقط على الواجهة لخداع المالك من الخارج، وما يمكن أن يتبقى تم تركه، وذلك لكسب الوقت الذي يحتاجه عادة للقيام بذلك والمغادرة في أسرع وقت ممكن. عند الانتهاء من البناء جاء المالك ونظر إلى المنزل، فأعجبه كثيرا مظهره من الخارج، فظن الموظف أنه خدع صاحب المنزل. تأمل صاحب المنزل في الموظف واقترب منه وقال: خذ المفاتيح، إنها هديتك لكل السنوات التي خدمتني فيها، إنه منزلك. برأيك كيف شعر هذا الرجل عندما سمع هذا؟ لقد حصد ما زرعه. في بحث أجرته بروكلين بيزنس سكول عن أهمية إدارة الجودة الشاملة، نلخصه لكم في النقاط التالية. أولا، زيادة الأرباح. عند تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة فسوف تزيد نسبة الإنتاج، وبالتالي سوف تزيد نسبة الأرباح. ثانيا، العمل كفريق. يتم تعزيز عمل الموظفين مع بعضهم البعض كفريق عمل، كذلك تحقيق التعاون بين الموظفين. ثالثا، نجاح المنظمة، فقد تحرز المنظمة بعض شهادات الآيزو وغيرها من الجوائز، فهذا يعبر عن نجاح المنظمة. رابعا، تقليل التكاليف. عند إنتاج المنتج من أول مرة كما هو مطلوب لا تحتاج إلى إعادة تصنيعه، هذا يسبب زيادة في التكاليف. خامسا، المشاركة، بمعنى استخدام أسلوب اللامركزية والتشاور عند اتخاذ القرارات، وهذا يساهم في اتخاذ القرارات السليمة للمنظمة. سادسا، نجاح الاتصال. تحقق لنا إدارة الجودة الشاملة ترابط وتنسيق الاتصال الصحيح بين أقسام وإدارات المنظمة ككل دون وجود تضارب. سابعا، حل المشكلات، وتتحقق أهميتها في التخلص من المشاكل التي تواجه الموظفين في عملية تصنيع المنتج. ثامنا، انتماء الموظفين للمنظمة. عندما يتم تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة فسوف تقدم الاهتمام والدعم للموظفين العاملين فيها، كذلك ستعمل على توفير نظام تحفيز مناسب لهم يحقق رغباتهم وطموحاتهم. تاسعا، تقليل المخزون، توفير كل ما يحتاج الزبون بالشكل والوقت المطلوب، فلا تكون هناك كميات كبيرة في المخازن مع عدم وجود عدد كبير من المخازن أيضا. ما هي أهمية تحقيق الجودة الشاملة من وجهة نظرك؟